عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير دايما وسعادة. بشكركم جميعا وبشكر جميع المشتركين في القناة والمش مشتركين في القناة. النهاردة عملت الفطير الفلاحي، شوفي من ورا شكله عامل ازاي. أحلى من الفطير الجاهز بكتير وبالسمنة البلدي. بصوا شكل الفطيرة بيتكلم عنها جميلة جدا، وهوريكي مورقة ازاي. الفطيرة طرية جدا وطبقات. لو عملتي طريقة الفطير دي هتطلع معاكي حلوة جدا. كأنك جايبة فطير فلاحي بالظبط. بصي مورقة ازاي وطبقات حلوة جدا، والطريقة بتاعته سهلة جدا. تعالي نشوف الطريقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لأول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسينيش في لايك للفيديو. يلا بينا نشوف الطريقة. أحلى فطير ممكن تعمليه. معايا هنا أول حاجة نص كيلو من الدقيق، حطيت عليه نص معلقة من الملح. بعد كده بحط ميه دافيه وبعجن العجين كويس جدا. لازم تعجني العجينه بتاعه الفطير كويس عشان تتفرد معاكي. ولازم كمان تنخلي الدقيق عشان ما يبقاش متكتل معاكي. فمعلومه مهمه، لازم تنخلي الدقيق. بفضل اعجن العجين كويس جدا لحد ما يتلم معايا بالشكل ده كده، وتبقى العجينه معاكي ما تبقاش ناشفه، تبقى طريه وما تلزقش برضو في الايد. هسيبه يرتاح في الشتاء نص ساعة، في الصيف هتسيبيه ربع ساعة. وده بعد ما سبت العجينة ترتاح. هجهز معايا برضو السمنة. معايا هنا نص كوباية من الزيت ونص كوباية من السمنة البلدي، سيحتهم مع بعض. وبعد كده كورت العجينة معايا 3 كور، كورتين قد بعض وكرة اصغر شوية. ومعايا هنا الصينية انا دهنتها زيت. لازم الصينية تكون نضيفة، بندهنها زيت بالشكل ده كده علشان هنفرد عليها العجينه. طبعا في ناس بتفرد على الطبليه في البلاد وكده. فاحنا عندنا هنا الصينيه ستانلس هنفرد عليها. بجيب اول كوره من الكور اللي انا عملتها دي، وطبعا كل كوره لازم تكوني دهناها برضو بالسمنه علشان ما تنشفش معاكي من فوق وما تتفردش كويس. وبفرد كده على الصينيه. بفضل افرد الكرة كويس جدا لحد ما تتفرد معايا وتبقى رقيقة جدا زي الرقاق كده. وطبعا انا حاطه سمنه برضو علشان تتفرد معايا سهله. وافضل اشد كده، ما تخافيش لو انت سايبه العجينه ترتاح، ما تخافيش مش هتتقطع منك. لازم تشدي كده علشان ما تشديش برضو جامد علشان العجينه تدخل لها هوا. بتشدي كده من الاطراف. اهم حاجه ان انت تسيبي بس العجينه ترتاح كويس علشان تتفرد معاكي. هفضل افرد كده لحد ما العجينه تتفرد بقد الصينيه اللي انا عاملاها دي بالظبط. لو عندك طبليه تفردي قد الطبليه. في الفلاحين بيعملوا الفطيره كبيره جدا عشان الطبليه بتاعتهم بتبقى كبيره على قد الطبليه. انا فردت كده، فردت الفطيره لحد، بصي لحد ما اتفردت على الصينيه كلها بالشكل ده كده. ما تخافيش هتتفرد معاكي. بحط سمنه بقى عليها كلها كده. لازم بحط سمنه بالشكل ده كده. بعد كده بجيب اول جنب كده وبطبقه. ولازم وانا بطبقه برضو لو في حته لقيتها مش مفروده كويس بفردها بالشكل ده كده. واول ما اطبق اول جنب احط عليه سمنه. بجيب بقى الجنب التاني وبرضو بطبقه كده. بصي حطيت سمنه. ما تنسيش في اول ما تطبقي حاجه بتحطي سمنه. هحط بقى الجنب التاني كده اطبقه برضو على الجنب ده. وبرضو هفردهم كويس بالشكل ده كده. وهحط بقى برضو سمنه. احط سمنه كده. ممكن تحطي سمنه خالص بس انا بحب احط زيت برضو علشان ما يبقاش تقيل. الزيت بيخليها حلوه برضو مع السمنه البلدي. بعد كده بطبق الجنب التاني بالشكل ده كده وبحط برضو سمنه. بصي العجينه حلوه جدا ومفروده حلو.
وبعد كده بجيب الجنب التاني واحط بقى كده، وبحط برضو سمنة. كل ما تطبقي تطبيقة بتحطي سمنة عشان تبقى مورقة معاكي. كده حطيت سمنة. بعد كده هطبق بقى كده زي المنديل كده. بعد كده هطبق برضو، احط سمنة وبعد كده اطبق تاني كده. بس كده بسيبها على جنب. بعد كده هفرد الكرة التانية اللي هي نفس حجم الكرة دي بنفس الطريقة كده، وكل تطبيقة احط سمنة. وانا فردت الكرة التانية، ودي الكرة التالتة انا فردتها بالشكل ده كده على قد الصينية بالظبط، او على قد الحاجة اللي انت بتفردي عليها الرخامة او الطبلية. وبحط سمنة بالشكل ده كده. وفي المرحلة دي انا طبعا فردت الكرتين التانيين وحطيتهم يرتاحوا. وبصي العجينة داخلها هوا بتاعت الفطير عشان يبقى مورق معاكي ويبقى خفيف. بعد كده بعد ما دهنت اخر واحدة سمنة كده، بحط بقى اول واحدة انا فردتها، وبعد كده بحط تاني واحدة بالشكل ده كده. وبعد كده هطبق بقى اخر واحدة دي عليهم بنفس الطريقة اللي انا طبقت بيها الاولانية والتانية. بجيب كده اول طرف وبطبقه على اللي انا طبقتهم قبل كده بالشكل ده كده. وكل ما اطبق طرف هحط عليه سمنة بنفس الطريقة اللي انا طبقت بيها الاتنين دول، بس الفرق ان انا حاطه الطبقتين التانيين. هحط بقى سمنة علشان تطلع معاكي مورقة ويطلع معاكي الفطير حلو. دلوقتي انا طبقت الجنب الاولاني وحطيت سمنة. بعد كده هطبق الجنب التاني نفس الشكل اللي انا طبقت بيه اول كرة عندي، بس ده انا حاطه التطبيقتين مع بعض. حطيت الفطير اللي انا عملته الاتنين اللي انا طبقتهم، وبطبق بنفس الطريقة. حطيت سمنة برضو في كل تطبيقة، بحط سمنة. وبعد كده هحط برضو سمنة تاني كده. بعد كده هطبق كده بالشكل ده كده. لو فضل معايا حتة هحطها تحت كده، الحتة اللي فاضلة معايا دي هحطها تحت علشان ما تبقاش تخينة من فوق، ومن تحت تبقى رقيقة بالشكل ده كده. واسيبها برضو ترتاح شوية 10 دقايق ولا حاجة عشان اعرف افردها بالشكل ده كده. بعد كده معايا هنا الصاج انا دهناه سمنة. بعد ما الفطيرة ارتاحت معايا بجيب بقى حتة سمنة كده علشان تبقى من فوق لونها حلو من غير زيت، وبفرد كده الفطيرة معايا بالشكل ده كده. بفضل افرد لحد ما تتفرد معايا، بس ما تفرديش قوي علشان ما تبقاش معاكي رفيعة. عايزه اقولك لو عايزه تعملي بقى فطيره كيلو لازم تعملي تبقى الطبليه معاكي او الصينيه اكبر من كده، هتطلع معاكي الفطيره كبيره زي بتاعه الفلاحين بالظبط. وتزودي كمان كرة من الكور، يعني مثلا تخليهم 4. ودلوقتي انا حطيتها في الفرن في الرف اللي هو قبل الاخير، وفتحت عليها المروحه بقت معايا بالشكل ده كده. بصي طريه وجميله جدا ومن تحت مستويه. احنا في الشتاء دلوقتي فلازم اغطيها شويه، طبعا في الصيف مش هتغطيها وهي طالعه معايا طريه. بصي وجميله جدا من غير اي حاجه، جميله قوي. بصي من تحت ومن فوق حلوه قوي، وتطلع معاكي مورقه وجميله. بصوا شكلها حلو قوي وطعمها عايز اقول لكم ما تفرقش حاجه عن اللي بتشتريها بتجيبيها من عند الفلاحين، حلوه جدا. بصي مورقه ازاي، حلوه قوي. جربيها هتعجبك احسن ما تشتري فطير من بره معظمه بيكون معمول بزيت، فده هيبقى جميل جدا. يا رب تكون الفطيره عجبتكم واكون افدتكم في الفيديو. ما تنسونيش في اللايك، ومع السلامه.